بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى سيدي وحبيبي ومولاي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي الكرام، قناة مسور سبورت في هذا الفيديو تستقرأ أفكار المدرب الداهية مدرب منتخبنا محمد البعداني، ونذكر الجميع بأنه غدا الأربعاء الساعة 3 عصرا منتخبنا الناشئين في مواجهة قوية مع منتخب تايلاند في تمام الساعة 3 عصرا، ويتوقع أن يحضر هذه المباراة ما يقارب 60,000 تايلاندي. لكن كتيبة الكابتن الكوتش محمد البعداني على قدر المسؤولية، ويتوقع أن تكون التشكيلة لأنه لدينا غدا كثير من التغييرات. فلدينا أحمد مصطفى معه كرت أصفر، محمد رائد معه كرت أصفر، محمد خالد معه كرتين. إذا محمد خالد متوقع أنه من المؤكد أنه لن يلعب في الغد. كذلك هذه أبرز التهديدات لتشكيلة منتخبنا الوطني. إذا عندنا كرت هنا وكرت هنا وكرتين هنا، ولهذا محمد البعداني أنا أتوقع أنه سيدفع بالمدافع محمد الهندي بديلا لأحمد مصطفى. المدرب محمد البعداني سيدفع بمحمد الهندي بديلا لأحمد مصطفى من أجل أن نحتفظ بأحمد مصطفى الحاج لمباراة كوريا أو إيران في دور الثمانية، وهي المباراة الأهم فيها تأهل إلى كأس العالم. إذا متوقع أنه يكون محمد الهندي أو عبد الواحد السياغي، يا محمد الهندي يا عبد الواحد السياغي. أما هنا فبدلا من محمد رائد ربما يلعب هشام الحصيني، أو يعود على اللاعب علي الحنبصي إلى مركز الظهير الأيمن. أما الظهير الأيسر فمتوقع أنه هيثم السلامي وثابت في التشكيلة. محمد خالد مؤكد أنه لن يلعب، ولهذا من المتوقع أن الداهية محمد البعداني سيدفع بأحمد ياسين الأسمراني، أحمد ياسين أو أحمد الموشكي. أما عادل عباس فهو في مكانه، ممكن في نهاية أو في الشوط الثاني أن يدفع بمحمد فاضل بديلا عن عادل عباس لكي يحتفظ بجهده للمباراة مع إيران أو كوريا. هنا سيدفع المدرب الداهية محمد البعداني بزيد الجراش بديلا عن عبد الرحمن الخضر. عبد الرحمن الخضر قد ربما يريحه من أجل المباراة القادمة، أو ربما يدفعه إلى بديلا عن أيهم داغف فيلعب زيد الجراش هنا والخضر هنا وعصام ردمان هنا. أيضا زيد الجراش متوقع دخوله، أحمد ياسين مؤكد دخوله، هشام الحصيني، محمد الهندي. إذا التشكيلة المتوقعة: وضح أنور، عبد الله العاقل، محمد الهندي، هشام الحصيني ظهير، هيثم السلامي، أحمد ياسين، أنور الطريقي، عادل عباس، زيد الجراش، عصام ردمان، وفي المقدمة أيهم داغف. ويمكن كما قلت لكم تغييرات، فمثلا هنا ممكن ينزل أحمد الموشكي، هنا ممكن علي الحنبصي، هنا ممكن عبد الواحد السياغي. نشير هنا إلى أن اللاعب هيثم السلامي غدا سيعاني الكثير، لأن أخطر لاعبي منتخب تايلاند هو في ظهير أيمن، وسوف يواجهه هيثم السلامي وكذلك هشام الحصيني أو علي الحنبصي. هنا أخطر اللاعبين هو الظهير الأيمن والظهير أو الجناح الأيمن والجناح الشمال، ولهذا الأظهرة في مواجهة الأجنحة السريعة لمنتخب تايلاند. ماذا يعمل الظهيرين أمام أجنحة السريعة لمنتخب تايلاند؟ ثقتنا كبيرة في هشام الحصيني أو علي الحنبصي أو هيثم السلامي. إذا بإذن الله الفوز غدا للأحمر الصغير، وغدا سيلعب باللون الأبيض الكامل بإذن الله. إذا قناة مسور سبورت استقرأت التشكيلة المتوقعة، ولكن لمحمد البعداني الكلمة
والفصل الأخير، لأنه بإذن الله سيفاجئنا غدا بتشكيلة لكنها لن تكون بعيدة عن هذه التشكيلة التي استقرأتها قناة مسوري سبورت.